الفيديو ده هنشرح الديسيجن تريز، هي واحدة من أهم وأبسط الماشين ليرنينج algorithms، تحديدا السوبرفايزد ليرنينج. هي إن إحنا كل يوم بنواجه decisions زي إن أنا أنزل من البيت ولا لأ، أشتري حاجة ولا لأ، أذاكر ولا أريح. والحقيقة إن إحنا ما بناخدش الديسيجن ده مرة واحدة. يعني أنا مثلا لو عايزة أقرر إن أنا أنزل من البيت ولا لأ، هسأل نفسي: هل الدنيا بتمطر؟ طب هل الجو ساقع؟ هل المشوار ده مهم؟ أنا عملت إيه دلوقتي؟ أنا سألت نفسي سيكونس من الأسئلة وبناء عليه خدت الديسيجن بتاعي. ده بالظبط اللي بيعمله الديسيجن تري. هو بيحاكي طريقة أخذ الإنسان للقرارات، يعني يعتبر هو موديل بياخد القرارات بتاعته بناء على الأسئلة، بناء على إن هو يسأل مجموعة من الأسئلة المتتالية. الديسيجن تري هو في الأساس يعتبر فلو تشارتس، يعني أنا بكون فلو تشارت من الأسئلة زي ما أنتم شايفين بشكل التري ده. إحنا قلنا إن هو بيفولو التري ستراكشر، وأي تري بتتكون من إيه؟ روت اللي هو الجذع بتاع الشجرة، والنودز والانترنال نودز اللي موجودة فيها الأوراق، وآخر حاجة الليف نودز، طبعا البرانشز اللي بتوصل ما بين النودز اللي موجودة في التري. طيب يعني إيه الروت نود اللي موجودة في الستراكشر ده؟ الروت نود ده بتمثل أهم سؤال عندي، السؤال اللي هو بيفصل الداتا بشكل كويس، وهنعرف يعني إيه بعدين. الانترنال نودز اللي موجوده دي هي الكويشنز اللي انا بسالها لحد ما اوصل للديسيجن بتاعي في الاخر. طيب هو ايه الديسيجن بتاعي بقى اللي اوصل له في الاخر؟ هو الليف نود، الليف نود اللي موجوده في الاخر خالص دي. طيب والبرانشز دي طبعا تعتبر هي ناتج السؤال اللي انا هساله. الديسيجن تري بيستخدم عشان يحل مشكلتين: الكلاسيفيكيشن والريجريشن. يعني ناتج الديسيجن بتاعي ده ممكن يبقى نمبر لو هي ريجريشن بروبلم، وممكن يبقى كاتيجوري لو هي كلاسيفيكيشن بروبلم. طيب ازاي الديسيجن تري بتتعلم؟ الحقيقي ان هدف التري الاساسي ان هي تسال السؤال اللي بيديني purest split، انقى تقسيم. طب يعني ايه؟ خلينا نبص على التري اللي على الجنب دي وهنفهم الفكره. لو بصينا هنا على الجذع بتاع الشجره اللي هو بيمثل اهم سؤال عندي، واهم سؤال اللي هو بيديني انقى تقسيمه، هنلاقي ان كل برانش طالع من الروت دي بقى يحتوي على سامبلز من نفس كلوز. هنا سامبلز لونها احمر بس، وهنا سامبلز لونها ابيض، ودي بتعبر عن النقاء. طيب ازاي نقسم الداتا؟ احنا قلنا احنا عايزين نسال سؤال اللي بيديني البيورست سبليت. طيب هو احنا ازاي اصلا بنسبلت الداتا؟ خلينا عارفين انه الفيتشر هي عباره عن الانفورميشن اللي عندي اللي انا باخدها من الداتا، والسبليت بيبقى بناء على الكويشن اللي انا باخده، والثريش هولد هو عباره عن القيمه بتاعه الفيتشر في السؤال اللي انا هساله. التري اللي احنا شايفينها قصادنا دي هتوضح لنا الفكره. هنا السؤال اللي احنا سالناه: هل الستادي اورز اكبر من 5؟ طب ده يعني ايه؟ لو انا عايزه اخد ديسيجن الشخص ده هينجح ولا هيفشل في امتحان، وانا عندي الفيتشر اللي موجوده هي عدد ساعات المذاكره اللي بيذاكرها، انا هسال سؤال وده يعتبر اهم سؤال عندي: هل عدد ساعات المذاكره اكبر من 5؟ يبقى ده الكويشن اللي هيتحكم في السبليت. والثريش هولد القيمه اللي بتتحكم في التقسيم هي 5. يبقى انا كده وضحت لكم ايه يعني ايه ثريش هولد، يعني ايه الكويشن هو اللي بيتحكم في السبليت. طيب احنا قلنا بنختار الكويشن اللي بيديني احسن تقسيمه، واحنا محتاجين نقيس او بنعرف منين انه دي احسن تقسيمه؟ نروح لمصطلح اسمه الامبيوريتي. طب يعني ايه الامبيوريتي؟ الامبيوريتي ده قياس بيقيس مدى اختلاط الكلاسز داخل الداتا. لو عندي ميكس داتا هتبقى تعتبر هاي امبيوريتي، لان الكلاسز مختلطه جدا جوه الداتا بتاعتي. لو بيور داتا هتبقى لو امبيوريتي. الشكل اللي على الجنب ده هو هيوضح لي الفكره. دي الداتا قبل ما اعمل سبليتنج، هنشوف هي الداتا هنا هاي امبيوريتي. هاي امبيوريتي هنلاقي ان الكلاسز مختلطه مع بعض، في كلاسز اللي هي باللون الاخضر ده كلاس A مثلا، والكلاس باللون الاحمر دي هو كلاس B. شوف بعد السبليتنج ان الاحمر بقى مع بعض والاخضر بقى مع بعض، يبقى كده الامبيوريتي قلت، يبقى لو امبيوريتي، الاختلاط قل بتاع الكلاسز. بعد ما عرفنا يعني ايه امبيوريتي، خلينا نعرف ازاي بقى نقيس مدى اختلاط الكلاسز داخل الداتا. في طريقتين عشان نقيس بيهم مدى اختلاط الكلاسز داخل الداتا او الامبيوريتي. اول حاجه الجيني هو بيقيس احتمال ان انا اغلط في تصنيف راندوم سامبل.
طب يعني إيه؟ خلّينا نشرح مثال هيوضّح الفكرة. لو أنت دخلت أوضة والأوضة دي فيها مجموعة طلاب، في طلاب منهم ناجحين وفي طلاب منهم راسبين، ودخلت أنت ما تعرفش طبعًا أنهي واحد تبع أنهي class، ودخلت اخترت طالب، نسبة إن أنت تغلط في تصنيف الطالب ده وتقول عليه مثلًا إن هو ناجح ويطلع فاشل أو يطلع راسب، هو ده الGEMI. والموديل بقى بيحوّل الفكرة دي لنمبر عن طريق الفورمولا اللي أنتم شايفينها دي، إن الماشين ما بتفهمش غير أرقام، فإحنا عايزين نحوّل الفكرة اللي إحنا قُلنا عليها دلوقتي دي لرقم. الفورمولا اللي أنتم شايفينها دي بقى هي بتعبّر عن الGEMI، الفورمولا بتاعة الGEMI equal 1 minus الsummation بتاع الprobability بتاعة كل class بعد مربّعها. طب إيه لازمة التربيع دي؟ التربيع دي بتبرز الفرق ما بين الاحتمالات المختلفة وعشان أكافئ الpurity العالية. لو أنتم شايفين في الصورة اللي على جنب دي، هنلاقي هنا إن في سؤال أنا سألته، والسؤال ده قسم الdata لجروبين. لو بصينا على الجروبين دول، كل جروب فيه 3 طلاب. لو أنت بقى دخلت على الطلاب دول بعد ما قسمتهم، بقوا اللي مع بعض في نفس الأوضة، إنهم مثلًا يعني الراسبين في نفس الأوضة واللي نجحوا في نفس الأوضة، وأنت دخلت على الطلاب الناجحين دول، لو اخترت أي طالب حاولت تصنّفه، هتصنّفه صح، لإن هم كلّهم من نفس الclass. الطريقة التانية عشان أقيس بيها الimpurity وهي الentropy. الحقيقة إن الentropy بتقيس الuncertainty، يعني بتقيس عدم اليقين. طب يعني إيه؟ لو أنا دلوقتي قلبت عملة معدنية عندي، العملة دي من ناحيتين بتوعها نفس الشكل، يعني من ناحيتين مَلِك، وأنت قلبتها وبعدين حطيت إيدك كده وخمّنت إيه اللي طالع، أنت هنا متأكد بنسبة 100% إن اللي طالع لك ده مَلِك، لإنه على الجنبين نفس الحاجة. وبرضه الموديل بيعبّر عن الفكرة اللي أنا قُلتها دي بالفورمولا اللي أنتم شايفينها دي. الP بتعبّر عن الprobability والlog بتعبّر عن الuncertainty. طيب دلوقتي أنا قُلت طريقتين عشان أقيس بيهم الimpurity بتاعة الdata بتاعتي أو مدى اختلاط الclasses داخل الdata. طيب إيه الفرق؟ هُم الاتنين ليهم نفس الgoal إن أنا أقيس الimpurity، مدى اختلاط الclasses داخل الdata، بس هُم الاتنين يعني ليهم different formulas، وغالبًا هُم الاتنين بيدّوني نتايج متقاربة. نروح لحاجة بقى اسمها الinformation gain. إحنا عرفنا إزاي نقيس الimpurity في الdata بتاعتي. طيب أنا دلوقتي عايزة أقيّم السؤال بتاعي كويس والّا لأ، أو كويس بنسبة قد إيه. ده اللي بيوضّحه الinformation gain. هي بتقيس كمية الuncertainty اللي السؤال بتاعي قلّلها بعد ما عملت splitting. الtree دي هتوضّح لي الفكرة. لو الroot node اللي أنتم شايفينه ده بيعبّر عن السؤال اللي أنا سألته، ولو افترضنا إن الimpurity بتاعته equal نُص، وبعدين بعد الsplitting بقى عنده node أهي ونود أهي. لو قِسنا الimpurity بتاعة الnode اللي هي الchild بتاعته، هنلاقيها 35% والchild التاني 48%. لو طرحنا الفرق ما بين ال2 impurities هنعرف إنه الsplit بتاعتي كانت كويسة بنسبة قد إيه، قلّلت الuncertainty بتاعتي بنسبة قد إيه، أو قلّلت عدم اليقين بنسبة قد إيه. دلوقتي هنشوف الlearning process بتتم إزاي. إحنا بنجرّب كل الsplits الممكنة، كل الأسئلة الممكنة، وبعدين بنقيس الimpurity اللي هو مدى اختلاط الclasses داخل الdata، وبعد كده بنختار split ممكنة، وإحنا عرفنا أحسن split ممكنة بنقيسها إزاي. أول الtree اللي أنتم شايفينها دي، العملية دي بتتكرر سؤال بعد سؤال بعد سؤال لحد ما نكوّن الtree اللي أنتم شايفينها دي، و الleaf بتاعتها بتبقى عبارة عن الdecision اللي أنا عايزة آخده، زي هنا مثلًا إن أنا أstay home والّا أgo out. الexample ده بيوضح لي الدنيا كلها والtraining process بتتم إزاي. أول حاجة أنا عندي هنا الtraining data بتاعتي، افترضنا إن المشكلة بتاعتي إن أنا عايزة آخد decision إنه الطالب ده هينجح في الامتحان والّا هيفشل في الامتحان أو هيسقط في الامتحان. وعندي 2 features اللي هو عدد ساعات المذاكرة والattendance بتاعه عالي والّا منخفض. أول حاجة إحنا بنجرّب أسئلة مختلفة، زي هل مثلًا عدد الساعات أكبر من 5؟ هل الattendance بتاعه عالي؟ هل الstudy hours أكبر من 3؟ بعد كده زي ما قُلنا إحنا بنقيس بعد كده زي ما قُلنا
عايزين نقارن ما بينهم، عايزين نقارن الquality بتاعة الsplit comparisons. فزي ما أنتم شايفين في الجدول ده ال3 أسئلة المختلفة اللي إحنا عايزين نعرف هنبدأ بأنهي سؤال فيهم عشان يبقى الroot لأن هو أهم سؤال. لو شُفنا الimpurity بتاعة كل سؤال منهم هنلاقي الimpurity بتاعة أول سؤال ده قليلة low، والimpurity بتاعة تاني سؤال ده medium، والimpurity بتاعة آخر سؤال أعلى حاجة. وإحنا عرفنا إن الimpurity بتقيس مدى اختلاط الclasses داخل الdata، فإحنا هنختار أقل impurity. يبقى إحنا عرفنا إن السؤال ده هو اللي هنخلّيه الroot بتاعي. ده شكل الdata بعد ما عملت splitting بناءً على السؤال ده. لو بصينا إن الdata قبل الsplitting كانت high impurity، بعد الsplitting الimpurity قلّت وبقى كل الsamples اللي من نفس الclass مع بعض في نفس الgroup. العملية دي بتتكرر ودي بنسميها recursive splitting، نقعد نكرر نفس الموضوع، نختار أسئلة في أسئلة في أسئلة ونختار الأحسن منهم لحد ما نكوّن الdecision tree بتاعتي اللي بناءً عليها باخد الdecision إن أنا بابُص على الleaf وبيبقى في الآخر في الclass اللي أنا عايزاه، اللي هو لا إما هيpass الامتحان والّا لأ، yes والّا no. يبقى الmodel بيkeep splitting بيستمر في الsplitting دي في الrecursive splitting لحد ما الdata بتتقسم لgroups clean enough، يعني groups فيها samples من نفس الclass بشكل كفاية يعني. في مشكلة بتقابلني لمّا الtree بتاعتي تبدأ تكبر وإن هي تبقى 2D، فهي تبدأ تحفظ التفاصيل اللي مش مهمة في الtraining data، زي مثلًا إنه بدل ما تسأل سؤال اللي هو أحمد موجود، تقول هل أحمد اللي لابس أحمر موجود؟ فهو كده بدأت تحفظ الnoise، التفاصيل اللي مش مهمة في الtraining data. ودي حاجة اسمها الoverfitting. الoverfitting يعني بتأدي نتايج وحشة على الtest data ونتايج عالية جدًا على الtraining data نتيجة إن هي حفظت الtraining data بالnoise اللي فيها، بدل ما تجمّع الgeneral patterns اللي موجودة في الdata، وبالتالي الgeneralization بيبقى سيء جدًا. طيب هل في حل للoverfitting ده؟ في حل باستخدام حاجة اسمها الpruning. الpruning ده زي بالضبط إنه ساعات عشان نحافظ على صحة الأشجار إن إحنا بنعمل حاجة اسمها تقليم للأشجار. تقليم الأشجار ده إننا بنقص الbranches اللي مش مهمة عشان نبسط الtree ونقلل الoverfitting. في طرق تانية برضه عشان نتحكم في الgrowth بتاع الtree، زي إن أنا أحط max depth، يعني أحط أقصى عمق ممكن توصل له الشجرة ده، أبقى محدداه من الأول قبل الtraining ما يحصل. يعني أقول إنه مهما حصل ما ينفعش الtree بتاعتي تزيد عن عدد الlevels ده أو الdepth ده. في طريقة تانية برضه إن أنا عشان أتحكم في الgrowth بتاع الtree minimum samples split، بيحدد عدد معين من الdata points بيسمح لها أsplit بعده والّا لأ. يعني لو مثلًا عدد الsamples عندي وصلت ل2 خلاص أنا مش هينفع split بعد كده، يعني مش هينفع أسأل سؤال بعديه، لإنه كده هيبدأ يحفظ الnoise والتفاصيل مش مهمة في الdata. وإن أنا برضه أحط minimum number للsamples الموجودين في الleaf، يعني مثلًا أقول إن الleaf بتاعي ما ينفعش عدد الsamples فيه يبقى 1، لإن 1 كده معناه حفظ التفاصيل مهمة في الsample دي بالأرقام اللي موجودة فيها. لإن الconstraints اللي أنا باحطها دي بتحسن الgeneralization عندي. ال3 دول طبعًا إحنا بنحددهم قبل الtraining وهم اسمهم hyper parameters، وفي طريقة عشان نختار قيم ليها، مش بنختار القيم بشكل عشوائي كده. نقدر نقول بقى المميزات والعيوب بتاعة الdecision tree. أول حاجة المميزات بتاعة الdecision tree إن هو سهل التفسير جدًا، سهل إن أنت تفهمه لإن هو بيحاكي طريقة أخذ الإنسان للقرارات. تاني حاجة هو ما بيحتاجش normalization، مش محتاج أعمل scaling لfeatures عشان تبقى كلها في نفس الrange، لإن هو بيعتمد على الquestions والcomparisons، مش بيعتمد على الdistance ما بين الsamples بتاعة الdata. وإن هو بيهندل برضه الdata types المختلفة. إحنا شُفنا في المثال بتاعنا كنا بنتعامل مع 2 features عبارة عن 2 data types. أول واحدة كانت الattendance كانت categorical high وlow، والأولى كانت عبارة عن numbers numerical. طيب بالنسبة للعيوب، العيوب إن هو high variance model. يعني إيه high variance؟ high variance يعني التغيير البسيط في الdata بتاعتي هيغيّر في شكل الtree بشكل كبير جدًا. بمجرد إن أنا أغيّر تفاصيل صغيرة في الdata الtree بتاعتي هتختلف بشكل كبير، وده بيخلّي الmodel بتاعي unstable. وإن هو برضه Greedy algorithm bias. طب يعني إيه؟ يعني إن هو في كل مرة بيحاول يختار السؤال اللي هيدّيني أحسن split،
بدون ما يراعي إن ده ممكن ما يبقاش أحسن سؤال في المطلق، هو أحسن سؤال في اللحظة اللي أنا فيها دلوقتي. زي ما قُلنا لإن هو ممكن الtree تقعد تsplit بشكل كبير جدًا، فالdepth بتاعها يكبر، فهي تحفظ التفاصيل اللي مش مهمة في الdata. وهنعرف بعد كده ظهرت حاجة اسمها الensemble methods، عالجت المشكلة بتاعة الoverfitting دي عن طريق إن هي بدل ما تبني شجرة واحدة، هي هتبني أكتر من tree، وبعدين هتعمل voting عشان تاخد رأي الtree دي كلها. وهنعرف بالتفصيل ده في الفيديو الجاي، وهو فيديو الrandom forest. في الآخر عايزة أقول إنه الdecision tree algorithm ما هو إلا محاكاة للطريقة اللي الإنسان بياخد بيها الdecisions.